غادي نشارك معكم هذا الاخطبوط هذا. غادي نديرو شويه ديال القزبر، شويه ديال الثومه، وهاد الشحيمه. كما كتشوفوا هو الاخطبوط تبارك الله عندنا واحد فيه 2 كيلو. ها هو فينا هو. انا جربته، ولكن غادي نجربو في هاد الهشوار هادي واش طحنوا ليا ولا ما طحنوش. انا ديجا طحنتو، يعني عارف الكفته ديالو كتجي واعره، لكن هنا ما عارفش. غادي نطحنو ونشوف. ها نتوما كتشوفوا دابا الكفته ديالنا طحنات ما شاء الله. ها شوف، هذا دابا شوايه رائعه. ها نتوما كتشوفوا راني موجد فيه الشوايه. شوايه ولا ديروه مع الروز كويرات بحال الكفته، ولا شي طويجين ولا طويجين ديال البطاطا والكفته ولا اي حاجه. دابا هذا الاخطبوط هذا كيف كتعرفوا كيكون قاصح شويه هو في الماكله ديالو. كنطيبوه حنا بالعصا ونسلقوه وعاد كنزيدو نطيبوه مع شي حاجه. لكن هاد الطريقه هذه بصراحه واعره كاع. نتمنى تجربوها وتردوا علينا. غير هو الاخطبوط راه ما كاينش في الاسواق المغربيه. بعدا باش نقول لكم، هذا الفيديو هذا للناس اللي ساكنين قدام البحر والبحاره خاصه. اما الناس اللي ما هذا ما غاديش يتعرفوا هذا، وما كاينش في السوق، لانه هو هذا راه كيتصدر على برا، ما كيمشيش للسواق المغربيه للاسف. واخا كيمشي داك الصغيور ديالو هذاك ما صالحش. كيصاوبوه وكيبيعوا لكم على اساس كالامار بحال هكا. كيديروا ليه بحال هكا وكيبيعوا لكم كالامار. هذا خوتي راه ماشي كالامار، هذا راه الراس ديال الاخطبوط. ها باش تكونوا عارفين.